بيحب الفاكهة والايس كريم. طبعا انا جمعت لكم الاتنين في وصفة واحدة. تعالوا نشوف هنحضرها ازاي. وصفة تجنن يا جماعة، يلا نحضرها مع بعض. هتحتاجي نص حليب، هنحتاج من نص حليب معلقتين كاستر، تمام، معلقتين هرمية كده كاستر. هتحطي طبعا السكر حسب الرغبة، يعني على حسب انتي بتحبي الحاجة مسكرة او قليلة. انا هنا حطيت 8 معالق سكر، تمام. وبرضو لما بحتاج بحط، يعني انت شوفي احتياجك بيحتاج قد ايه، تحطي على حسب رغبتك. يعني انا عايزة سكر اتقل، سكر اخف، فده على حسب اختيارك انتي. هتاخديهم تحطيهم على النار لغاية ما يتماسكوا. احنا مش عايزينه تقيل، احنا عايزينه خفيف. دي يا جماعة بتدي طعم لسلطة الفواكه تجنن. فانتي بصوا، احنا عايزين الخفية دي هنحطه على النار لغاية ما نوصله للمرحلة دي. هنسيبه بقى في التلاجة يبرد الاول، هنسيبه على الرخامة وبعدين هنحطه في التلاجة يبرد تماما. الفاكهة بقى اللي عندكم اللي تحبوها، طبعا انا كان معايا هنا كيوي، تفاح، موز، فراولة. الفاكهة المتاحة عندكم هي اللي هتمشي، هتبقى معاكم زي الفل، تمام. هنبدأ نقطعهم مكعبات صغيرة على حسب المكعبات اللي تعجبكم، او حسب برضو طريقة تقطيعكم هتقطعيها مكعبات. طريقة الكاستر مع الفواكه دي بتدي طعم، يعني معاكي عصير في قلب الكوباية دي، معاكي عصير، معاكي فواكه، معاكي ايس كريم، يعني بصراحة تجنن. والفايدة اللي فيها مش هقدر طبعا اشرحها لكم. الغذاء طبعا حليب وفواكه مع، يعني والايس كريم برضو معمول من لبن بودر وحليب يعني، وكريم شانتيه. طبعا انتوا لو عايزين وصفة الايس كريم، هو بيمشي معاها قوي الايس كريم الفانيليا. فانتي لو تحطي الايس كريم اللي يعجبك، بس ده ايس كريم فانيليا انا اللي كنت عاملاه برضو. حطيت عليها شوية، دلعتها كده وحطيت عليها شوية صوص كراميل. فانتي ده الطبق ده حرفيا هتفضلي تعمليه يعني حرفيا يوميا، غني قوي وطعمه يجنن وخفيف كده وبيطري على القلب يا جماعة، بجد يجنن. فانا اتمنى ان انتوا تجربوه وتعملوه، تعملوا طريقة الكاستر دي. بتخلي طعم سلطة الفواكه حرفيا تحفة. وتسيبوها كده تقعد في التلاجة تسقع قوي، وتاكلوها بقى بألف هنا وشفا. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للصفحة، وتدعولي دعوة حلوة من قلبكم، وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومش يعني مش قادرة اقول لكم هي جميلة الا لما تجربوها، وهتعجبكم ان شاء الله. واتمنى ان هو يعجبكم. احب اقول لكم هنا باي باي.